مركز تحفيظ القرآن الكريم الخاص بالنساء الملحق بالمسجد الكبير التابع لدائرة أقدز بإقليم زاغورا، يحج إليه عشرات النساء كل يوم، أعمارهن مختلفة ومستوياتهن الدراسية متفاوتة، يتلقين دروسا في محو الأمية تؤهلهن لحفظ القرآن الكريم. كما يقوم هذا المركز بالتحفيظ وكذا الوعظ والإرشاد، وذلك وفق جدول زمني يضمن التوفيق بين هذه المهمات الثلاث التي يقوم بها هذا المركز. تنقسم نساء هذا المركز إلى قسمين: القسم الأول وهن نساء متعلمات تلقين مبادئ القراءة والكتابة وإن بمستويات مختلفة. هؤلاء النسوة يحفظن عن طريق القراءة في القرآن الكريم. أما القسم الثاني فهن نساء أميات يتلقين دروسا في محو الأمية ويحفظن القرآن الكريم عن طريق السمع. كنحفظ الصنف ديال النساء والصنف ديال البنات. عندي جوج الافواج، واحد الفوج ديال البنات وواحد ديال العيالات الكبار اللي ما قارينش لا والو، ولكن الحمد لله كيحفظوا القران. كاين اللي كيحفظ بالسمع، كاين اللي كنجيو كنقراو عندهم بجوج. بالنسبه للعيالات عندهم جوج حصص في السيمانه، وبالنسبه للعيالات حتى هما عندهم جوج حصص في السيمانه ما بين المغرب وما بين العشاء. كيجيو كنعطيهم القران من عندي وكيبداو هما كيرددوا معايا. ولكن الحمد لله بالنسبه للعيالات كنعطيهم تقريبا بحال 4 الآيات في السيمانه. كنمشيو حتى للدار كيعاودوا يرجعوا ثاني ان شاء الله النهار الاخر كيجيو كيعرضوا عليا داك الشيء اللي حفظوه في الدار. بالنسبه للعيالات، بالنسبه للبنات عندهم مره في السيمانه، كنديروا نهار السبت مره في السيمانه وكيجيو حتى هما كنحفظوا تقريبا بحال الثمن بحال ما هكذاك في وسط المسجد. عاد كيمشيو للدار كيجيو نهار السيمانه الاخرى كيجيو كيعرضوا عليا. كنقوم بتحفيظ النساء بالمسجد الكبير بأقدز، وعندنا جوج ديال الافواج مع تقريبا كاين الكم كبير زعما ديال النساء، وكاين اقبال كبير زعما كاين ديال النساء على الحفظ وتحفيظ القران. كاين عندنا جوج حصص ما بين المغرب وما بين المغرب والعشاء، والنساء اللي كنقوم بالتحفيظ ديالهم هنايا هما نساء هما اميات زعما كاينه، وكنقوموا بالتحفيظ عن طريق الترديد. مثلا كنقول انا ايه وهما كيقولوا ايه، حتى مثلا بانهم كيستوعبوا واحد القدر كافي. ورغم الظروف القاسية التي يعاني منها نساء دائرة أقدز من بعد عن مركز التحفيظ والموروث الاجتماعي الذي يجعل من المرأة مرتبطة بالمنزل وتربية الأطفال، فإن هؤلاء النسوة لا يألون جهدا لمتابعة الدراسة وحفظ القرآن الكريم في أفق الارتقاء بمستواهن العلمي والديني.